ازاي نعمل البيتوفور بطريقة ناجحة ومضمونة، وازاي نحل المشاكل اللي ممكن تقابلنا واحنا بنعمله. كل ده هتلاقوه في الفيديو. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. وكمان لو ما عندكوش مكنة ما تشيلوش الهم، هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هندخل على المقادير بتاعتنا. هنعمل النهاردة كيلو من الدقيق. اول حاجه لازم الدقيق بتاعك يكون نوعيته نوعيه كويسه. طبعا لو الدقيق بتاعك نوعيته رديئه الوصفه هتبوظ لا قدر الله ومش هتشرب السمنه معاكي. فلازم تكوني واثقه في نوعيه الدقيق اللي انت بتجيبيها. تمام. في انواع كتير، الكوثر، الضحى، شهد، انواع كتير حلوه قوي. طيب انا عندي مكنه وحابه اعمل البيتي فور، هتعمليه بكيلو دقيق كامل. طيب انا ما عنديش مكنه وحابه اعمل بيتي فور، خلاص كده مش هعمل. لا، هتعمليه وهيطلع جميل زي الفل. هتشيلي 3 معالق كبار هرميه من معالق الاكل اللي احنا بناكل بيها. 3 معالق من كيس الدقيق. تمام. هو ده الفرق ما بين عجينه الكيس وعجينه المكنه. يبقى معايا كيلو من الدقيق، عليه 750 جرام من الزبدة، أي زبدة تفضليها عندك. معايا 250 جرام من السكر البودر. معايا بيضتين 2 كاملين، ومعايا صفار بيضة. واوعي بقى تقولي هحط بيض البيضة التالتة عشان هوديه فين، هيطلع مقرمش معاكي، فاحنا مش عايزينه مقرمش، عايزين سنة القرمشة حاجة بسيطة خالص. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الفانيليا وذرة ملح صغيرة. خليكوا بقى مع الوصفة بتاعتنا واحدة واحدة. اول حاجه هنجيب العجان بتاعنا، لا اما لو ما عندكيش عجان هتجيبي بوله فاضيه. هننزل بالزبده بتاعتنا وهنزل عليها بالسكر وهضربه لحد ما يبقى قوام كريمي. وزي ما قلت لكم اي نوع زبده تفضلوه، اي زبده متوفره عندك هينفع البيتوفور وهيبقى جميل معاكي برضو. هنضرب بقى الزبده مع السكر لحد ما الزبده تهيش مع السكر وتبقى قوام كريمي كده زي الكريم جانتيه بالظبط. تمام. طبعا كل شويه بنقلب كده الزبدة مع السكر لحد ما تبقى قوام كريمي خالص وتهيش زي ما انتوا شايفينها كده. وبالله عليكم ما تستعجلوش في الخطوة دي، لان الخطوة دي مهمة قوي. الخطوة دي اللي هتفرق معاكي في الطعم، هتخلي البيتي فور معاكي هش كده ويطلع حلو قوي معاكي. كده بعد ما ضربنا خلاص، وانتي بتضربي بالمضرب الكهربي مش اقل من 10 دقايق. العجان بقى حوالي 7 دقايق كده لحد ما بيهيش معاكي ويبقى خليط ابيض ومتضاعف لونه كده، تلاقي الخليط ابيض معاكي وبقى هش كده زي ما انتوا شايفينه. كده خلاص بعد ما وصل القوام اللي احنا عاوزينه هنجيب بقى البيض بتاعنا وهنزل ببيضة بيضة. نزلت بالبيضة الاول، تنزلي بيضة واحدة كده الاول وبعد كده بتضربيها لحد ما تختفي خالص. بعد كده هننزل بالبيضة التانية وبعد كده هننزل بالبيضة التالتة. يعني كل شوية بتضيفي بيضة زي ما قلت لكم، بيضتين 2 كاملين وصفار بيضة. لو حابينه دايب اكتر من كده هتضيفي 4 صفار بيضة. تمام. 4 صفار بيضة بس بدون بياض. لو حابة البيتوفور بتاعك يبقى دايب، انا حابه نسبه القرمشه فيه حاجه بسيطه كده عشان برضو لو حطينا بقى البياض فيها هيبقى دايب خالص هيقلب على قريبه. فانا مش عايزاه يبقى دايب معايا قوي. وزي ما قلت لكم طالما معانا بيض يبقى نحط معلقه صغيره من الفانيليا وذره الملح الصغيره اللي انا قلت لكم عليها. تمام. كده بعد ما ضفنا البيض واحده واحده وضربنا الخليط كله، علينا بقى العجان بتاعنا على اكتر سرعه. وكده خلاص دور العجان انتهى خلاص. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا وهشيل منه ال3 معالق كبار الهرمية اللي انا قلتلكوا عليه، لان النهاردة وصفتنا بدون مكنة. بس انا حبيت اقولكوا عشان لو بتشتغلي بمكنة تاخدي المقادير بتاعتها مظبوطة. شلت 3 معالق كبار من الدقيق وبعد كده نزلت بالدقيق بتاعنا على الخليط اللي احنا ضربناه. دي بقى اهم خطوة. طبعا انا مش عايزاكي تعجني، انا عايزاكي بس تتوهي الدقيق في السمنة تقلبيه بس. انا بقلبه كده بالاسباتيول وبعد كده هستخدم ايديا كده. تمام. هستخدم بقى ايديا في التقليب، ومش عايزاكي بقى تستخدمي بكف ايديكي، لا بصوابعك بس. صوابعك كده تستخدمي تقلبي الدقيق. حاولي بس تقلبي ما تعجنيش عشان الدقيق ما تدي الدقيق بتاعنا او العجينه بتاعتنا ما تديكيش عرق، عشان تبقى سهله معاكي وكل حاجه مظبوطه معاكي. المقادير دي والله مظبوطه 100% وهيطلع معاكوا احلى بتفور. كده خلاص العجينه شربت الدقيق خلاص. هجيب كيسه بس واغطيها وبعد كده هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنجيب بقى كيس الحلواني. وطبعا القمع ده بتشتريه من محلات الحلواني، بتروح تقول له انا عايزه قمع البيتي فور هيديهولك. طبعا انا عندي القمع وعندي الكيسه. طبعا انا ما عنديش كيسه وعايزه اعمل بس ما عنديش الا القمع. هقولك هتعمليه ازاي بس اصبري عليا كده وهتلاقي وصفه سهله جدا وهتقدري تعمليها.
انا بس بوريكم ان العجينه بتاعتنا مظبوطه. وطبعا وانت بتعملي بالقمع زي ما انتوا شايفين كده بتاخدي حته عجينه بحته صغيره، يعني بتملي الكيسه وبتاخدي حته صغيره من تحت كده عشان ما تبقاش تقيله عليكي. والعجينه بسم الله ما شاء الله سلسه معايا وسهله جدا. تمام كده هملى بس الصينيه بتاعتنا وهقول لكم بقى ازاي هنعمله بالقمع لوحده. جبت القمع بتاعنا وحطيت فيه حته عجينه، بتوقفي القمع كده لفوق، بتعملي ورده وبتسحبيها من الجنب كده على ما فيش. تمام اهو بحط حته عجينه واعمل الروزيتا او الورده من فوق، وبعد كده بسحبها كده من الجنب، وبعد كده بتسويها من تحت كده بايديكي او بالسكينه. اهو بوقف القمع، بعمل الروزيتا واسحبها كده من الجنب. طريقه سهله قوي قوي لو مش بتعرفي تستخدمي كيس الحلواني. تالت الطريقه ديت اسهل من كيس الحلواني بكتير كمان، تبقي ما شاء الله ملكها اكتر. اهو بتسويها من تحت، حاولي بقى تعملي كله مقاس واحد عشان خاطر لما تيجي تلزقيهم يبقوا الاتنين قد بعض. اهو شايفين ما شاء الله، يعني لو ما عندكيش مكنه بقى ما تشيليش الهم خالص. كنت تعملي روزيتا بس او ورده بس من غير ما تسحبيها كده لتحت زي ما انت عايزه بقى. بس بصراحه انا بحب الشكل ده، اول لما بتيجي تحشيه بيبقى شكله حلو قوي. اخلص بقى الصينيه كلها وهقول لكم على التسويه بتاعته. بعد كده ما خلصت الصينيه شوفي بقى لو في حرف كده مش متساوي بتسويه بالسكينه. طبعا هندخله بقى في الفرن، لازم يكون الفرن بتاعنا سخن، احنا مش عايزين برضو يدخل على سخن يعني شديد الحرارة، يعني فرن متوسط عشان يستوي براحته. انا سخنت الفرن بتاعنا على درجة حرارة 160. ولو عندك الفرن الكهرباء، انا عندي طبعا الفرن بتاعي فرن كهرباء، فبحطه في النص بولع من فوق ومن تحت بس على درجة حرارة 160 بيستوي براحته وبيطلع باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. تمام ما شاء الله، لا فرشت معايا ولا طردت السمنة. لو الدقيق نوعيته وحشة هيطرد معاكي السمنة ومش هتعرفي تعالجيه خالص. تمام اما اهم حاجة زي ما قلت لكم نوعية الدقيق تكون كويسة، لو نوعية الدقيق كويسة هيشرب معاكي السمنة وما شاء الله البيتوفورة هتطلع زي ما هي. يعني انا بصي ما شاء الله عاملاها ازاي، طالعة زي ما هي، لا طردت سمنة بره ولا فرشت معايا، وبسم الله ما شاء الله طالع حلو قوي كده. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله لونه. الكيلو عمل لي كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله، الكمية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو هي دي الكمية، ولسه بقى هنزوقه كمان هيدي كمية اكتر. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه ذهبي ازاي، بجد سهلة قوي قوي يا بنات جربوها. هنيجي بقى للحشوة بتاعتنا، معايا مربى حليب يا اما مربى مشمش يا فراولة، اي نوع مربى تفضليها. انا معايا مربى حليب. هتجيبي بقى البيتوفورة كده وبتيجي من الظهر، بنيجي بقى من الظهر البيتيفورا بنحط عليها جزء بسيط كده من مربى الحليب، ونجيب واحدة تانية ونلزقها تبقى بالشكل الجميل. شايفين ما شاء الله حجم واحد كله حلو قوي. وعندك بقى شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني مسيحاهم على بخار المية، وعندك بقى مكسرات فستق مطحون، ومعايا برضو سوداني كده طحناه وحط عليه شوية من جوزة الهند، معايا فورماسيل كريسب زي ما انت عايزة بقى الحشوة اللي انت بتفضليها. تمام بعد كده نزلت بيها في الفستق المطحون، وتجيبي بقى صينية بترصي عليها بالشكل ده كده. اهو حطيت برضو شوية كده من مربى بسيط، حاجة بسيطة برضو، وتحطي بقى في الشوكولاتة البني، وبعد كده تحطي بقى في اي مكسرات تفضليها. انا بعمل اتنين باتنين كده عشان اوريكي بس الشكل، عشان تختاري الشكل اللي انت عاوزاه. برضو جبت واحدة من الطويلة كده وحطيت فيها مربى ولزقتها بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله كله حجم واحد. بعد كده بتنزلي برضو في الشوكولاتة البيضاء او الشوكولاتة البني، وانزلي بقى بالمكسرات زي ما انت عايزة. ده برضو شكل اهوت. تدهني برضو بالشوكولاتة البيضاء، ممكن برضو نحطها في المكسرات او الفورماسيل. اهي شكلها حلو قوي. التزيين ده زي ما قلت لكم بتاعكم انتم. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم البيتفور جميل قوي وطالع دايب خالص في ايديا. ان شاء الله تعملوا الخطوات ديت وتتبعوا الطريقه والمقادير بالظبط، وما تحاوليش بقى لا تقللي ولا تزودي، اتبعي المقادير بالظبط هيطلع معاكي احلى بيتفور. لو وصلتوا هنا بقى لحد الفيديو بالله عليكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب
واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله. ممكن تعمليها بقى سادة بالشوكولاتة البيضاء، سادة بالشوكولاتة البني، زي ما انت عاوزة. كده تمام. دي الاشكال اللي انا عملتها معاكم عشان لو عجبتك تعمليها. وكده خلاص خلصت الكمية كلها اللي معايا بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم شكله كده يفتح النفس، وطريقته سهلة وبتفور ناجح 100%. جربوا الوصفة بقى بتاعتنا وجربوها، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. أشكركم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.